السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وصباح الأجواء التلج والأجواء الجميلة ديًا. النهاردة إحنا في شهر فبراير والتلج عندنا عاصفة ثلجية. وبهذه المناسبة حبيت أجرب لكم حاجة لذيذة جدًا تدفي الواحد كده، وهاوريكم دلوقتي هنجرب إيه، وهنجرب اللحمة اللي جايبينها من كوسكو. هتشوفوا دلوقتي اللحمة دي ماركة كريكلاند، اللي هي الماركة المشهورة في كوسكو عندنا هنا في كندا، ومكتوب عليه حلال زي ما انتوا شايفين الشعار اهو حلال. دي بتتباع جاهزة كده على بعضها مغلفة، وتقريبا حوالي 3 كيلو تقريبا أو 2 كيلو. تقريبا 2 كيلو ونص تقريبا، والقطعة دي بحوالي $50. بتكون بالشكل دون كده وملبسينها شبكة. هفتح الكيس وهنشوف هنعملها ازاي. الشبكة دي كنت مترددة اطبخها بيها ولا لأ، بس لقيت في الصورة ان هي مطبوخة بيها فخليتها زي ما هي. والشبكة دي مش عارفة من الربر، يعني مادة الربر. هتبل اللحمة بتتبيلة بسيطة جدا، شوية بهارات لحمة، بصل بودرة، توم بودرة، وكمون، فلفل أسمر، وزيت زيتون، وهدهنها بيها. وبعد كده هو نحطها في ورق الزبدة، رقين من ورق الزبدة على رقين من القصدير، واحطهم في صينية ويدخلوا على الفرن. هنسيبهم في الفرن على الرف اللي تحت خالص، وهنفتح البيك. وبعد 4 إلى 5 ساعات هتطلع بالمنظر ده، ومش محتاجة تتحمر ولا أي حاجة. هنفك الشبكة وهنفك القصدير ورق الزبدة، وهتبقى جاهزة للأكل. اللحمة تحفة جدا، ولونها بامبي وخطير من جوه. طعمها بقى تحفة وريحتها خطيرة. ونقدم اللحمة دي مع أي نوع من أنواع الرز البسمتي بالطريقة اللي بنحبها. وشايفين لون البامبي من جوه عامل ازاي، روعة جدا ودايبة جدا. أتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم فيديوهات جديدة إن شاء الله، وتجربة منتجات جديدة. وما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب تاني، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وعافية عليكم.